السلام عليكم ايها الرائعون. سوف نتحدث اليوم سويا هنتكلم عن تمرين التفتيح بالدمبل سواء العالي او الفلات. الفكره كلها في التمرين بتاعنا ان احنا بنعمل عمليه حاجه اسمها هوريزونتال ادكشن، بنتكلم بشكل علمي عشان الناس برضو اللي حابه تستفيد. هنا بنشتغل بالدمبل لو احنا عجزنا عنه او ما لقيناش التمرين او ما لقيناش الجهاز بتاع التفتيح اللي هو جهاز الباترفلاي، او لو حبينا ننوع في تمريننا مفيش اي مشكله خالص. زي ما احنا بنشتغل هنا وزي ما احنا بنقول، احنا الفكره كلها ان العضلات بتاعه البيكس اللي هي عضلات الصدر ديت بتكون منتهيه في نهايتها، نهايه العضلات او نهايه الوتر بتاعها بيكون في عظمه العضد، بيكون في العضد. فاحنا كل الفكره ان احنا بنضم العضد وننزل نتني العضد، بنفرد العضد ونتني العضد. يعني بالنسبه لنا المعصم بتاعنا او الريست بتاعنا مش بيتدخل في الموضوع، هو مجرد بس حامل للوزن بتاعنا، ولكن القيام بالحركه او الحركه بتقوم فقط من العضد، هو اللي بيتني لتحت كده ايوه وبيتفرد لفوق كده. طيب بنضم الدمبلين او بنخبطهم في بعض؟ لا، مش بنضم الدمبلين او بنخبطهم في بعض، ملهاش قيمه، والعضلات بتاعتنا هتستهدف ويتعمل لها الكونتراكشن بتاعها بشكل جيد وبشكل كامل من غير ما احنا نعمل عمليه الضم دي للاخر. ده زي ما احنا بص ايوه بالظبط هكذا. والمرفق بيكون 45 في تلك الحالتين، المرفق 45 وبنقدم نفس الاداء. تحياتي. ايه تاني ممكن نقوله؟ ركز دايما في الاداء، ركز دايما في الاداء، اعمل لايك وشير عشان تفيد غيرك. تحياتي. ايه تاني ممكن نقوله؟ اقفل يعني.